صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل والطاقة الإيجابية. يوم جديد في حياتي. هنسى كل حاجة بتضايقني، هرمي ورا ظهري، هبص لقدام، هبص للنعم اللي في حياتي التي لا تحصى. بيجيلنا أوقات بنبقى معترضين كده، بيجيلنا أوقات بنتعب شوية وبنزهق وبنبدأ نتمرد على الوضع مثلا اللي احنا فيه. بس مع أول عقبة بتقابلنا في الحياة بنشوف إن احنا كنا في نعم لا تحصى. بنحمد ربنا دائما وأبدا، بنحمد ربنا في السراء والضراء، ونقول يا رب دايما يا رب كده اجعلني راضية 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 عن حياتي وعن كل حاجة، وكل أي حاجة بتجيلي في حياتي كده أبقى راضية عنها. من أكتر الحاجات اللي اكتشفت إن هي نعمة كبيرة الرضا. الرضا دوت، يعني لو أقول لكم قابلتني عقبات كتير كده في حياتي، وببقى عندي كده حالة تمرد، عارفين اللي هو ليه، وارجع شوية شوية. بقيت احاول اتجاوز المحنات دي، واشوف ان النعم اللي في حياتي كتيرة جدا جدا جدا، انا مش هقدر اعدها. بالحمد لله في السراء والضراء. بقيت احاول دايما كل ما يجيلي وقت احس ان انا عندي شوية يأس صغيرين او شوية زهق، احاول اخلي لساني على طول بيردد الحمد لله في السراء والضراء. ما اكدبش عليكم، لسه في صراع مع نفسي. ما احنا في حياتنا كده في صراعات، اللي هو ايه، عشان نبقى كده ربنا راضي عنا وعشان نوصل لمرحلة الرضا دي بتبقي انتي في صراع كده شوية، اللي هو بيجيلك لحظات كده لا انا مش موافقة على الوضع دوت، لا، وشوية تقولي لا الحمد لله يا رب. بس انا لو اقول لكم حقيقي، انا بكلم اخواتي اللي بحبهم من قلبي من غير ما اشوفهم. حاولي يعني ايه، تعدي اي مرحلة صعبة في حياتك او لحظات بتحس فيها ان انت مش راضية باللي انت فيه، بالحمد لله في السراء والضراء. الحمد لله دائما وابدا. يا رب ارضيني وراضيني وارضى عني. روتين يوم جديد في حياتي هبدأه معاكم بأوضة حماتي. النهاردة المفروض يعني ان هو الميعاد ان انا انضف لها الأوضة واغير الملاية واظبط لها الدنيا. وبما ان الناس اللي متابعاني عرفت ان انا بمشي في شقتي كده مراحل، يعني اوضه اوضه كده في كل فيديو، علشان ما شاء الله اللهم بارك ربنا يزيد الجميع يا رب. عندي الشقه كبيره شويه، فعلشان مرهقش نفسي برضو، وعلشان ان احنا في رمضان هعمل لها الغرفه بتاعتها. زي ما انتوا شفتوا كده بدأت الفيديو، دخلت معاكم على طول في الفيديو علشان اليوم النهاردة في حبة حاجات كده بدأته برضاها. بدأت في، على فكرة عايزة اقول لكم حاجة. في واحدة يعني ايه علقت لي، وفي يعني صديقة ليا كده قامت قالت لي أميرة انت عايشة مع حماتك وبتقول ان رضاها. طب انا مهما عملت لها، هي حماتها مهما عملت لها ما بترضاش، ما فيش حاجة بتعجبها. قلت لها عارفين انا عن نفسي كأميرة، يعني ما اكدبش عليكم، قلت لها كبري دماغك وارمي ورا ظهرك ما يعجبهاش. هتقولي لي ليه بتقولها كده يا أميرة؟ هقول لكم علشان في حموات وحشين قوي مهما عملت لهم مش بيرضوا. قلت لها حاجة واحدة بس، هو انت بتعملي لها علشان هي ترضى، ولا انت المهم عندك عشان ربنا يرضيكي ويتعمل لك اللي انت عملتيه؟ قالت لي لا طبعا عايزة ربنا يرضيني ويقعدوا لي في اولادي مثلا، والاقي اللي يعمل لي حاجة كده لما اكبر زي ما انا ما بعمل. قلت لها وربنا شايف كل دوت وهيعمله. اعملي اللي عليكي واعملي اللي تقدري تعمليه. ونصيحة مني لأي واحدة على فكرة زي كده، مثلا ممكن تكون عايشة مع حماتها زيي، ما تجيش على نفسك جامد قوي. يعني مثلا اعملي اللي ترضي، اللي انت تبقي راضياه ترضي ان يتعمل معاكي، وان انت شايفه ان ربنا هيكافئك بيه. بس ما تضغطيش على نفسك قوي وتقلي من نفسك قوي لدرجه ان انت تبقي تعبانه نفسيا، لان ما حدش في الاخر هقولك هيستاهل. لا مش حكايه ما حدش هيستاهل، ما حدش هيعوضك عن الضغط اللي هتتعرضي له، محدش هيعوضك عن لحظات الحزن اللي هتبقي فيها، ومحدش هيعوضك عن حاجات كتير قوي. فاعملي اللي يرضيه عليكي ضميرك. يعني لو واحدة زي كده مثلا بتسأل او عايزة تسأل حاجة زي كده، اعملي اللي انت حاسة ان ربنا هيبقى راضي عنك فيه. اعملي الحاجة اللي تبقي باصة لقدام كده لما تكبري انت كمان وتحبي ان هي تتعمل معاكي. رضيت بقى ما رضيتش، ربنا شايف مش مهم. ربنا كرمك وكانت كويسة وبنت حلال ورضيت ودعت لك دعوة، الحمد لله. ربنا يعني ما كانش رايد ان هي تبقى بنت حلال مثلا وما بتدعيش، خلاص ربنا هيرضيكي صدقيني والله. كلامي بوجهه لصديقتي الغالية اللي قالت لي الكلمة بتاعت ان هي مهما عملت ما بترضاش. كبري دماغك زي ما قلتلك، وان شاء الله ربنا هيعوضك خير.
تعالوا بقى نتكلم في أجزاء الفيديو دوت. الفيديو ده على فكرة أنا أما صورته اليوم دوت بالظبط، لما دخلت المطبخ قدامكم كده كنت أنا قبلها بيوم تعبانة جدا ونمت، وولادي وحماتي هم اللي عملوا السحور لنفسهم وكلوا، وما كنتش قادرة، وقعدوا حتى يتحايلوا عليا جامد قومي كلي، قلت لهم أنا تعبانة وعايزة أنام مش قادرة آكل. فأنا تاني يوم الصبح بقى قمت عملت غرفة حماتي زي ما انتم شايفين كده، ودخلت على المطبخ لقيت حاله زي ما انتم شايفين كده بقى، اللي حاطين لي الأطباق زي ما هي، يا دوبك كلوا حطوا لي الأطباق في المطبخ. انا ما بكون انا الصراحه اللي مثلا عامله السحور وهشيل الاكل، اشوف بقى لا اشيل حاجه عايزه تشال في التلاجة، بفضي واحط الاطباق في الحوض لو مش هتنغسل لتاني يوم، الكلام دوت. هم سابوا كل حاجه زي ما هي، فانا لازم طبعا اقف على نظافه، ما اعرفش اقف في المطبخ بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ولو وقفت فيه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي بيبقى غصب عني جدا، بيبقى تعبانه لدرجه ان انا مش قادره انضفه قبل ما اعمل الاكل، فخلاص بتجاوز يعني المرحله دي وبكبر دماغي. هنا انا بسوي اللحمه في الوقت ده، كنت قبل ما ادخل على غرفه حماتي حطيت اللحمه تستوي علشان هي بتاخد سوا شويه، وفي نفس الوقت تبلت فراخ علشان ولادي، برضو في ولاد الصغيرين ما بيرضوش ياكلوا اللحمه وبيقرفوني، فعملت لهم فراخ، فحطيتهم يستووا في الاول على اساس ان انا ايه على ما اخلص برضو غرفه حماتي وادخل على المطبخ اظبط فيه تكون قربت على سوا وكده. وقمت البوتاجاز برضو غسلاه ومنضفاه كده، ودخلت على البيت دوت برضو حماتي جايبهولنا رصيته هو كمان في العلبه بتاعته. ودي من ضمن الحاجات بقى، شايفين الصينيه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، دي من ضمن الحاجات اللي انا صحيت عليها تاني يوم برضو، ما بيسدولي، مش عايزه اقول لكم بيسدولي نفسي، بس اهو اطفال نعمل ايه، اطفال وولادي يعني. الصينيه مكسوره زي ما انتوا شايفين. انا بقى ما رميتهاش ليه يا اميره؟ علشان قبلها بيوم بالظبط في واحده تانية كانت بايظه برضو وسيحوها لي، عارفين يعني ايه سيحوها لي؟ حطوا لي عليها طاسه سخنه نار ساحت لزقت فيها، فرميتها في الزباله. فانا دي كمان علشان ارميها ما بقاش يعني مش عايزه اكدب عليكم واقول لكم ان انا هرميها، وانا مش هرميها، يعني انا ما بحبش الكذب. انا هلزقها بلزقه عندي كده بيمسك جدا. ليه بقى يا اميره هتلزقيها؟ علشان ولادي الصغيرين عادي لما يجوا مثلا عايزين صينيه صغيره احط لهم عليها اكل او سندوتشات او اي حاجه، اديها لهم هم ياكلوا عليها عادي مفيش مشكله، لحد ما ابقى اشتري ان شاء الله يعني غيرها، يعني علشان حتى لما اجيب غيرها مثلا ما اقعدش بقى اديها لهم برده يبوظوها لي كده، بما اني معايا اطفال. والجزء ده برده نضفته كده، والخلاط بقى في السريع كده برده كانوا سايبينهولي زي ما انتم شايفين برده من ساعه بالليل، نضفته هو كمان كده وشيلته. هنا التوابل هي كمان همسحها، بما ان التوابل دي محطوطه جنب البوتاجاز، يعني انا حطاها جنب ايدي في استخداماتي، فيعني تتلحوز كل يومين. لو اقول لكم اللي انا بعمله ده كل يومين او 3 بالكتير قوي، لازم اقعد امسحهم كده واعملهم واحطهم تاني مكانهم. كنت انا ساعتها محتاجه طماطم وخضار وحاجات، نزلت جبت وبطاطس وفي حاجات كتير كده برضو ساعات بقعد اشتريها يعني ما بكون محتاجاها، بس مش بصور معاكم اجزاء كتير الصراحه. وقلت ايه المواعين برضو هغسلها وانضفها علشان كل حاجه تبقى على نظافه. ممكن اطلب منكم طلب بقى فضلا، ممكن اللي لسه متابعيني لحد دلوقتي فضلا 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 يعني تحطوا لي لايك. اللايك والله العظيم مش هيعمل لكم حاجه، مش هيأثر على، يعني مش هيأثر فيكم في اي حاجه، هو اللي هيفيدني انا جدا ان انا بس اليوتيوب هيقترح القناه. يعني الناس اللي بتحب الخير للغير دي يعني حسوا باللي انا نفسي فيه. انا نفسي قناة تنجح جدا جدا، نجاحي نجاح شخصي لنفسي، محدش يفكرها في مادي او فلوس، علشان انا مش من الاشخاص اللي كل هدفهم الفلوس او المادي يعني. لاني الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله دائما وابدا يا رب، شايفة ان انا يعني مش محتاجة الفلوس قوي، يعني الحمد لله راضية جدا بعيشتي كويسة، والحمد لله جوزي ربنا يبارك لنا فيه مش مخلينا محتاجين حاجة. صحيح ان في ناس تقولك لا ما الناس عايزين يبقى اكتر من كده او افضل، لا بس انا شايفة الحمد لله يعني عادي، يعني لو انا مثلا المادية دي، الماديات بالنسبة لي يعني في الوقت الحالي لا مش هدفي. انا النجاح بالنسبة لي نجاح شخصي شوية، حلم كده، عارفين حلم بالنسبة لي. فضلا حطوا لي لايك علشان بقى حتى نكمل شروط اليوتيوب ونكمل 1000 مشترك ونعرف نعمل ال4000 ساعة اللي مش عارفة يتعملوا ازاي، بس ان شاء الله يتعملوا. خلصنا كده تنظيفات المطبخ ونضفنا وواقفين فيه على نظافة يعني. هندخل بعد كده بقى نعمل غدا. هعمل لهم ادلعهم النهارده شويه، هعمل لهم طاجن باميه. انا بعمل باميه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا حطيت طاستين كده، انا الباميه مفرزاها، رحت السوق علشان اسال على سعرها لقيتها بيقول لي ب 90 جنيه، قلت بقيت عايزه ارد اقول له خلاص انا رايحه اعمل كيس من عندي من الفريزر كان ب 10 جنيه. اخر كيس ده كنت مفرزاه من الباميه طلعته، حطيتها في طاسه على طول كده زي ما انتم شايفين، والطاسه التانية حطيت فيها اللحمه تتشوح، كانت استوت طبعا. علشان كده قلت لكم انا حطيت اللحمه قبل لما اعمل اروق
علشان تستوي عشان اعمل اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت بنفس الطاسه كده بالبصله. على فكره انا بعمل الحركه دي ما بيكون عندي ليا، بحمر اللحمه كده في مع ليا ولا اي حاجه بتبقى رهيبه بجد، بس ما عنديش. وبنزل بقى بالبصله وقرن فلفل رومي كده، وهقلبهم مع بعض. والطاسه التانية فيها الباميه هنزل عليها بمعلقه توم اللي انا مفرزاه دوت. بعد ما نزلت ميتها طبعا، هي لو مش متلجه على طول بتنزلي بالتوم معاها على طول، بس عشان بتاعتي كانت متلجه فبتنزل شويه ميه صغيرين كده على ما نشفتهم. وبعد كده ايه نزلت معلقتين التوم. وهنا في اللي معاها بصل دي هنزل بمعلقتين صلصه كده. معلقه الصلصه بتديها طعم هايل على فكره مهما كانت الطماطم بتاعتك حمرا. ونزلت بقى بكميه الطماطم بتاعتي اللي انا هستخدمها. وهتبقى ابهرها بقى، هبهرها بفلفل اسود وكمون وشويه كزبره. والتانية دي الباميه نفسها بقى هشوحها كده لحد ما احس ان هي احمرت، التومه احمرت كده قدامي وخلاص، يعني عايزه تتشال من على النار وخلاص. بالطريقه دي هشيلها خلاص من على النار، هركنها بقى على جنب لغايه ما التخديعه دي بتاعتي تتسبك كويس. وهنزل بيها عليها. وحطيت شويه سكر على على التخديعه على فكره، علشان الحموضه اللي بتبقى في الطماطم. في خطوة بقى هاعملها أنا في الوقت دوّة بعد أمّا الصلصة دي تتسبِّك، حاجة بسيطة كده. يعني أنتِ ممكن ما تعمليهاش، بس أنا بالنسبة لي جوزي حماتي كانت بتعمل له كده على طول يعني. عارفين الفول المفصّص دوّة اللي هو اسمه فول مفصّص باين لي كده. هي كانت معوّداهم إن هي بتحطه لهم، بتحطه في قلب البامية. فأنا أمّا اتجوّزت خلاص يعني هُم بيعملوها كده، يعني هُم بيحبوها بيه. فأنا باحط شوية صغنطاطين كده أهُم، شايفين الشوية الصغيّرين دول باحطهم في قلب الصلصة كده قبل البامية بحاجة بسيطة علشان هو بياخد سِوَى شوية. وخلاص على كده بقى. وأمّا تتسبِّك هانزل دلوقتي عليها هي كمان بالبامية بتاعتي. وهانضّف الطاسة طبعًا بتاعتي من التوم والّا أي حاجة فيها. وهاسيبها بقى تستوي حاجات بسيطة مع بعضها كده علشان الطاجن. في مرحلة مهمة جدًا لازم أقول لكم عليها. دلوقتي هي بتستوي كويس وهنزوّدها شوربة، علشان نقوم حاطاها في الطاجن على طول هاوقّف عملية السِوَى. فباعمل إيه، باحط الطاجن على البوتاجاز يسخن كويس جدًا، جدًا، جدًا. أو باحط هنا سِنّة توم كمان كده، هي دي بقى اللي بتدّيها الريحة الحلوة أوي ومع مكعب المرقة. وهازوّد الشوربة طبعًا زي ما أنتِ عايزة. أنا بالنسبة لي بازوّد الشوربة سيكة كده بسيطة، عن يعني ممكن يكون في ناس بتزوّدها أقل منّي شوية، علشان أنا ولادي بيحبوا الصوص نفسه، المَيّة دي بتاعة البامية، مش بيحبوا البامية نفسها. باسخّن الطاجن جدًا بقى، عشان وأنا باحط اللحمة كده يبقى سُخن. حتى أنتم هتشوفوا دلوقتي لمّا أنزل بالبامية عليه هتلاقوا شايفين الطاجن سُخن وعمّال يعمل إزاي. علشان لمّا أدخّله الفرن يقعد مثلًا حوالي نُص ساعة والّا تِلت ساعة وافتح عليه الشواية، يبقى هو إيه سُخن على طول ويستوي كده على طول ويكمّل سِواه على طول مع عملية السِوَى بتاعته ما تُقفش. ونعمل طبعًا الطاجن ده لازم معاه طبعًا شوية ملوخية كده علشان يعني إيه. وعارفين كان ناقص إيه النهارده في الأكلة دي؟ شوية بتنجان مخلِّل. يا سلام يا أميرة والله! بس ما عملتهمش ليه بقى؟ ما اكدبش عليكم علشان إحنا في الصيام ومش ناقصين حاجات تحرق القلب أو الصدر، فقُلت بلاش يعني. وده الغدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، سفرة تفتح النفس. وهنا العصاير عملت لهم كركديه وعملت لهم تمر، بس ما صبيتوش بقى علشان قُلت إيه بعد أمّا ياكلوا يبقوا يشربوه. كلنا الأكل الجميل اللي أنتم شايفينه قدامكم ده، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. ودخلنا بعد كده على الكواليس، ما دي الكواليس اللي بنتعرض ليها على طول. بس ما اكدبش عليكم النهارده بقى قلت كفاية عليهم كواليس الصبح، غسيل مواعين وترويق، وهيبقى بعد الفطار كواليس تانية. فحبيت اديلكم نبذة عن يعني شايفين الحاجة اللي تشرح القلب، الحاجة اللي بنصحى من النوم كده نبقى عايزين نشوفها كل يوم وليل ونهار يعني. ربنا يدينا الصحة ونقدر نخدمهم، وربنا يدينا الصحة ودايما يبقى واقفين على رجلينا. وكده الفيديو بتاعي خلص. شكرا لوجودكم في قناتي. باي باي.